مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين. زيادة الأجور تشعل الجدل وتثير التساؤلات. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تعديلات جديدة على الضريبة على الداخل والتي ستؤثر على مداخل الأفراد الخاضعين لها. ومن أبرز هذه التعديلات زيادة سقف الإعفاء إلى 40,000 درهم سنويا بدلا من 30,000 درهم متبعة حاليا، مما يعني إعفاء المداخيل التي تقل عن 6,000 درهم شهريا. وستستفيد جميع فئات الدخل من خصم إضافي بقيمة 10,000 درهم من إجمالي دخلها قبل احتساب الضريبة. بالإضافة إلى ذلك الفئات التي كانت تتجاوز مداخلها 30,000 درهم ولا تصل إلى 40,000 درهم ستصبح معفاة من الضريبة بعدما كانت تخضع لمعدل اقتطاع بنسبة 10%. وسيتراجع معدل الضريبة على الفئات التي تتجاوز مداخلها 50,000 درهم و60,000 درهم من 20% إلى 10%، مما يعني تخفيضا بمعدل اقتطاع يصل إلى النصف. كما تم تقليص معدل الضريبة على الفئات التي تتجاوز مداخلها 60,000 درهم وتصل إلى 80,000 درهم من 30% إلى 20%، مما يعني تخفيضا بمقدار 10 نقاط. وشملت التعديلات أيضا ذوي الدخول المرتفعة، حيث تقترح الحكومة تخفيض معدل الضريبة على المداخيل التي تتجاوز 180,000 درهم من 38% إلى 37%.